متابعة ممتعة. إلى الأمام نبني الوطن بتوعد تحتها الهمم. إلى الأمام نستبق الزمن نشيد صرحا نعلي القمم. إلى الأمام نبني الوطن بتوعد تحتها الهمم. إلى الأمام نستبق الزمن نشيد صرحا نعلي القمم. من قدم رواد علم قد بنينا للمجد وطن. من قدم رواد علم قد بنينا للمجد وطن. بدا التاريخ يشهد والأمم وذاك النور وسارية العلم. بدا التاريخ يشهد والأمم وذاك النور وسارية العلم. وضعوا القوم منارات الشيم في كويت الأسرة والقيم. يا شباب النادي العلمي كلنا ينادي إنها رواق ذات أوتادي. يا شباب النادي العلمي كلنا ينادي إنها رواق ذات أوتادي. عزيزي المشاهد، يعتبر النادي العلمي الكويتي إحدى المؤسسات التربوية الكبرى بدولة الكويت والفريدة من نوعها في المنطقة، والتي تعني برعاية الشباب من أبناء هذا الوطن المعطاء. وقد كان لرعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله الشيخ جابر الأحمد الصباح وولي عهده الأمين وتوجيهاتهما السامية الأثر الكبير في دعم واستمرار مسيرة النادي العلمي وظهوره بهذه الصورة المشرفة، والتي ساهمت في تنمية الكفاءات الشابة من شبابنا وتوجيههم التوجيه العلمي السليم لبناء كويت المستقبل. إن عملية بناء الدولة الحديثة يجب أن تواكبها عملية بناء الإنسان الكويتي وإعداده لمواجهة تحديات العصر، وسوف يكون للشباب النصيب الأكبر من عنايتنا واهتمامنا. فكويت الغد هي كويت الشباب رجالا ونساء، تنبض عروقها الفتية بدم الشباب وتنطلق إلى المستقبل الزاهر بعزيمة الشباب وخطاه الواثقة. جابر الأحمد الجابر الصباح. عزيزي المشاهد، لقد كان لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وكلماته السامية الدافع القوي والمحرك لجهود المخلصين من أعضاء النادي العلمي ليظهر النادي العلمي الكويتي ويتطور بهذه الصورة المشرفة منذ إنشائه وحتى الآن. تأسس النادي العلمي الكويتي في 11 من أغسطس عام 1974 ميلادية، الموافق 23 من رجب عام 1394 هجرية، بمقر مؤقت في نادي الجوالة بالسالمية، ثم انتقل إلى مقره الدائم في عام 1980، حيث افتتح المبنى الرئيسي في عام 1986 ميلادية. والوفا بنيانا كلنا حراسة كلنا أركانا شمل الأهل الدم دخل ذا والدعم شمل الأهل الدم دخل ذا والدعم يا كويت يا كويت يا بدنا الجبين يا كويت يا كويت
يا بدنا الجبين. حزن عليك يا بيه يا ابو الفخر والصين. حزن عليك يا بيه يا ابو الفخر والصين. يا ابو بيرك علي يقلبون عيالك. بنت عزيز وغالي سالم برجالك. يا ابو بيرك علي يقلبون عيالك. بنت عزيز وغالي وسالم برجالك. شر الاهل بالكم دخل وده ولد عم. شمل الاهل بالكم دخل وده ولد عم. يا كويت يا كويت يا بدنا الجبين. يا كويت يا تفضل كويت حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بافتتاح مرصد العجيري، والذي يعد المرصد الأول بمنطقة الخليج، وهو يأتي ضمن مركز النادي العلمي لعلوم الفلك والأرصاد، والذي يسعى النادي العلمي إلى إنشائه. يعتبر النادي العلمي أحد جمعيات النفع العام، والذي يهدف إلى تشجيع النشاط العلمي الحر بين الشباب عن طريق زرع وتنمية روح الشغف بالعلوم والتكنولوجيا الحديثة. ثانياً، اكتشاف المواهب والمهارات العلمية في الشباب وتنمية قدراتهم على الابتكار والبحث العلمي والتأهيل لتقبل العلم وممارسته. ثالثاً، تهيئة الجو العلمي المناسب للشباب بشغل أوقات فراغهم في الهوايات العلمية المناسبة. رابعاً، نشر الثقافة العلمية ورفع المستوى العلمي بالعمل على خلق قيادات علمية شابة تساهم بأفكارها في خدمة المجتمع. خامساً، فتح باب الاتصال بالعالم الخارجي عن طريق الاشتراك في المعسكرات والمؤتمرات والندوات والمسابقات والمعارض وتبادل الزيارات والخبرات مع نوادي العلوم العربية والعالمية. سادساً، رفع شعار العلم للجميع داخل المجتمع الكويتي عن طريق إصدار النشرات والكتيبات والمسابقات والمعارض العلمية المحلية، وتنظيم وإقامة الندوات والمحاضرات والمعسكرات العلمية المحلية. باكو السماء مثل سماها. باكو الفراغ مثل فراها. باكو السماء مثل سماها. باكو الثرى مثل فراها. باكو هواء مثل هواها. مثل هواها. باكو هواء مثل هواها. مثل هواها. هذه هي الكويت من عمرها. هذه هي الكويت من عرسها. هذه هي الكويت من عمرها. هذه هي الكويت في عرسها. باكو عليها دار. عزيزي المشاهد، ينهج النادي العلمي خطة مرحلية تبدأ بمرحلة العلماء الصغار، وهي للأعضاء من سن 5 إلى 8 سنوات، حيث يمارسون هواياتهم العلمية في مجالات الإلكترونات والكيمياء والزراعة والبيئة والكمبيوتر والفلك والطيران بالفرع الرئيسي وفرع الفتيات. المرحلة الثانية وهي مرحلة النشاط العام للأعضاء من سن 9 إلى 17 سنة، حيث يمارس الأعضاء هواياتهم العلمية
في مجالات الطيران وميكانيكا السيارات واللحيم والخراطة والزراعة والتبريد والكيمياء والأرصاد الجوية والكمبيوتر والفلك والتلفزيون التعليمي وأنظمة التحكم والرسم الهندسي والفيزياء في فروع النادي المختلفة بالدائر السادس وفرع الفتيات بالسالمية وفرع جزيرة فيلكة. تأتي مرحلة الأبحاث العليا للأعضاء أكبر من 17 سنة والذين أتموا 3 دورات تدريبية بالأقسام السابقة، وللهواة والمتخصصين في كافة المجالات والتخصصات العلمية، والتي تشمل رابطة هواة الطيران ورابطة هواة الإلكترونات والكمبيوتر ورابطة هواة الفلك والأرصاد الجوية ورابطة هواة الزراعة ورابطة هواة البيئة البحرية ورابطة هواة الورش المنزلية. عزيزي المشاهد، يتدرب الأعضاء في جميع هذه الأقسام والروابط وفق الخطة العامة للتدريب لكل قسم، والتي تحتوي على 3 دورات تدريبية تتدرج في مستواها مع مستوى الأعضاء المتقدمين. للنادي العلمي عزيزي المشاهد 3 فروع، هي الفرع الرئيسي بالدائر السادس وفرع الفتيات بالسالمية وفرع جزيرة فيلكة. وقد بلغ عدد أعضاء النادي العلمي حتى نهاية عام 1988 حوالي 8400 عضو، حيث يلقى النادي إقبالاً متزايداً. فقد بلغ عدد الأعضاء الذين يترددون يومياً على النادي خلال الفترة الصيفية أكثر من 1500 عضو. تسعى إدارة النادي العلمي عزيزي المشاهد أن تمتد خدماته العلمية لكافة شباب هذا الوطن من خلال فتح فروع أخرى بالمحافظات مثل فرع الأحمدي وفرع الجهراء. ومهما نغيب ونغيب يطري علينا الطيب، يطري علينا الطيب. ومهما نغيب ونغيب يطري علينا الطيب، يطري علينا الطيب. لين انذكر اسمك، لين انذكر اسمك يهدى معاك البال. احنا في بحر حبك، حبك وانتي لنا الليال، وانتي لنا الليال. تمتد أسر التعاون البناء بين وزارات عديدة من وزارات الدولة مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون ووزارة التربية، حيث تم تنظيم برامج علمية مشتركة ومتخصصة، من أهمها برامج المبدعين من أعضاء وعضوات الجماعات العلمية بوزارة التربية، وكذلك برنامج الزيارات المدرسية لمرصد العجيري بالنادي، وبرنامج معسكرات متفوق المواد العلمية في